السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في ناس سألتني إذا كان ينفع تعزل سقف الدور الأخير عزل مائي بالبيتومين على البارد، وإن هي بعد دهان البيتومين على البارد على السقف تعمل طبقة حماية أسمنتية فوق البيتومين على البارد. هنشوف دلوقتي سقف معزول بالطريقة دي، ونشوف إذا كانت الطريقة دي تنفع في العزل المائي ولا لأ. السقف اللي قدامنا ده اتدهن وشين بيتومين على البارد، وبعد كده اتعمل فوق البيتومين على البارد طبقة حماية من الأسمنت. ولما حصلت مطرة شديدة بقى ده المنظر اللي موجود فوق السقف. اللي حصل ان المية عدت من طبقة الحماية اللي معمولة فوق العزل اللي هي الطبقة الأسمنتية دي، ولما وصلت للبيتومين على البارد البيتومين حجز المية، فالمية رفعت طبقة الحماية زي ما احنا شايفين كده. طبقة الحماية رفعت عن السقف او فصلت عن السقف، وبيطلع معاها طبقة البيتومين على البارد. والمشكلة دي حصلت في السقف كله. لو بصينا هنا طبقة حماية الأسمنت كلها طالعة بالبيتومين، يعني البيتومين فصل عن السقف وكأنه مش موجود. وطبعا بالطريقة دي العميل خسر تكلفة البيتومين اللي دهنه على السقف، سواء كان تكلفة البيتومين ومصنعيات تشوينه ومصنعيات نقله ومصنعيات دهنه على السقف، وخسر برضو المون اللي هي الرمل والأسمنت اللي اتعملوا فوق البيتومين، سواء كان تكلفة أو نقل أو مصنعيات أو تشوين أو يوميات الناس اللي اشتغلت. وهيتكلف برضو ان هو هيرجع يشيل كل ده تاني عشان يعمل عزل مظبوط من اول وجديد. لو بصينا كده على الجزء ده، مجرد ما ندوس على طبقة الحماية دي بتتكسر زي ما احنا شايفين كده. وفي نفس الوقت البيتومين على البارد مش كفاية لوحده للعزل المائي للأسقف، ولو اتساب من غير طبقة حماية فوقه هيختفي مع الوقت نتيجة العوامل الجوية أو نتيجة الحركة عليه. عشان كده بنصح كل الناس إن هي يا إما تعمل عزل مظبوط من الأول، يا إما تستنى لحد ما الظروف تسمح وتعمل عزل مظبوط.